السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه انتينيت. فيديو اليوم غنحضر معكم ورقه البسطيله السائله، غادي نحضروها بدون فرن. صراحه كتجي رائعه، كنصحكم انكم تجربوها لانها فعلا كتجي ناجحه 100%. فغير تبعوا الطريقه والمقادير غادي تنجح معكم من اول تجربه. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، اي زلافه ديال الدقيق، وايضا غنحتاج الزلافه ديال الماء العادي من الصنبور. كذلك غادي نحتاجوا ملعقه كبيره من الزيت النباتيه، معلقه كبيره من الزيت النباتيه. ثم غادي نضيف ايضا او غادي نحتاج ايضا نصف ملعقه صغيره من الملح، والملح دائما كيبقى على حسب الذوق. اولا غنحتاجوا البول او اناء، غادي نسكبوا فيه 250 غرام ديال الدقيق الابيض، اي الدقيق المتعدد الاستعمالات، اي الفرص او الفرينه. كذلك غادي نضيف نصف ملعقه صغيره من الملح، وكما قلت لكم الملح دائما كيبقى على حسب الذوق. كذلك غادي نضيف ايضا ملعقه كبيره من الزيت النباتيه. ثم غادي نحاول انني نضيف الماء بالتدريج، وحنايا كنخلطوا هاد العناصر جيدا على هاد الشكل كما موضح في الفيديو. غنبقى نضيفوا الماء بالتدريج وحنايا كنخلطوا الخليط ديالنا على هاد الشكل بالطراب اليدوي. دائما كما قلت لكم الماء كنضيفوه بالتدريج. وبالنسبه للقوام ديال هذا الخليط لازم انه يجينا بحال قوام الكريب، بحال القوام ديال الكريب. صافي هنايا كي لاحظتوا ان الماء زدتو معزل، غادي يبقى نضيفوا الماء بالتدريج وحنا كنخلطوا مزيان بالطراب اليدوي. كما قلت لكم القوام ديال هذا الخليط خاصو يجينا بحال القوام ديال الكريب اللي كنصاوبوا في الدار. صافي هنا غادي نستمروا بنفس الكيفيه على هذا الشكل ونتلاقاو من بعد. هنا كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما انتهيت القوام ديال الخليط ديالنا جانا بحال القوام ديال الكريب. هنا مباشره كناخذوا بول وكنحاولوا اننا نصفيو هذا الخليط. ضروري من هذه الخطوه اننا نصفيو الخليط ديالنا، كنأكد على هذه النقطه. صافي هنايا غادي نحاول اني نصفي الخليط ديالي على هذا الشكل ونتلاقاو من بعد. هنايا كيف كتلاحظوا معايا مباشره من بعد ما انتهيت، هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. غادي نحاول انني ناخذ الميكسور ونحاولوا نطحنوا هاد العناصر تقريبا 1-2 دقائق فقط. نطحنوا هاد العناصر مزيان بالميكسور ونتلاقاو من بعد. صافي هنا من بعد ما طحنا هاد العناصر جيدا كيف كتلاحظوا معايا القوام انه واضح لكم في الفيديو. صافي الخليط ديالنا اصبح معنا جاهز. مباشره كناخذوا مقلاة او طنجره، فاللي بغيتو نتوما كنوضعوها فوق النار على نار اللي كتكون متوسطه، وكناخذوا المقلاة الغير اللاصقه كندهنوها مزيان بالزيت النباتيه، او كنمسحوها مزيان بالزيت النباتيه، عفوا غير كنمسحوها فقط بالزيت النباتيه. ومباشره كناخذوا المغرفه وكنحاولوا ان نسكبوا الخليط ديالنا في المقلاة على هذا الشكل. وضروري انكم تقطروه، ضروري انكم تسقطروا خليط اللي حضرنا سابقا. وكيف كتلاحظوا معايا الورقه ديالنا راه كتجي رقيقه وكتجي ناجحه 100%. فغير جربوا هذه الطريقه، فعلا انا جربتها وعجبتني وكتصدق من اول تجربه. وكما قلت لكم ضروري انكم تسقطروا هذا الخليط. شتي كيف كتلاحظوا معايا ملي كنسكب كميه هكايا من الخليط كنقطرها في البول فاش عندنا الخليط. صافي هنا كيف كتلاحظوا معايا غادي نستمروا بنفس الكيفيه على هذا الشكل حتى نكملوا الكميه بالاكمل ونتلاقاو من بعد. والملاحظه اللي غادي نقول لكم ملي تحيدوا الورقه ديالكم خليوها حتى تبرد تماما. ملي تبرد دهنوها بالزيت النباتيه وضعوها في منديل. ضروري انكم تدهنوها بالزيت النباتيه وغطيوها. كيف كتلاحظوا معايا الورقه راه ما كتلصقش وكتكون ناجحه وكتجينا رقيقه. ولكن باش تجيكم رقيقه ضروري انكم تسكبوه كميه هكايا من الخليط وتقطروها في الخليط ديالكم. ضروري من هذه الخطوه باش هكا ما تجيكمش ورقه غليظه. كيف كتلاحظوا معايا انا الورقه اللي تحصلت عليها ورقه اللي هي رقيقه كتجينا بحال ديال الزنقه. صافي هنا كيف كتلاحظوا معايا نستمروا بنفس الكيفيه حتى نكملوا الكميه بالاكمل ونتلاقاو في الشكل النهائي.
وهنا كيف كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل النهائي ديال الورقه ديالنا. كتجينا رقيقه، وكيف كتلاحظوا معايا كتباني من الورقه، يعني كتجينا شفافه وكتجي رائعه. كنصحكم انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه. هنا كيف كتلاحظوا معايا انا كندهنها بشويه زيت نباتيه، وكيف كتلاحظوا معايا كنحاول نجبدها وراه ما كتقطعش نهائيا. فغير جربوها بعينكم مغمضه. فإلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وتعاليقكم الجميله. دمتم في امان الله وحفظه، مع السلامه الى وصفه اخرى ان شاء الله.